نحل مع بعض الأسئلة اللي على كورس البايثون على موقع جمال تك. سؤال النهاردة معانا سؤال رقم 3 في lesson 1. نشوف السؤال طلب مننا ايه. السؤال بيقول اكتب برنامج بايثون لطباعة النمط التالي. طيب احنا لو بصينا كده على النمط اللي هو طالبه مننا هنلاقي ان في كلمة hello جمال تك is awesome، كل واحدة على سطر. طيب احنا نعرف ان امر طباعة في بايثون اسمه print، ولكن احنا ممكن نكون ما اخدناش ازاي ننزل سطر. ده اللي هنعمله النهارده. تعالوا ندخل موقع بروجرامز اللي نحل عليه السؤال بتاع النهارده. ده الموقع بتاع النهارده. لو مش موجود معاك بنفس الواجهه دي، انت بتبحث على بروجرامز، بتختار اللغه اللي انت بتحل بيها. من هنا احنا بنختار بايثون. تمام. طيب عايزين نطبع بقى امر اللي هو الطباعه علشان نطبع النمط المطلوب مننا في السؤال. اول حاجه هنكتبها هنا print، بعدين قوسين وسيميكولون ونكتب hello. تمام. طيب لو جينا بقى تحت وكتبنا جمالتك واستخدمنا امر print تاني، كتبنا جمال تك. طيب هنا هو هل هيطبع فعلا هلو على سطر وجمال تك على سطر؟ المفروض ان هو هيطبع هلو على سطر وهيطبع جمال تك على سطر كمان. اللي انا شايفه قدامي انا طبع امر برنت لوحده فيه هلو، وامر تاني لوحده فيه جمال تك. طب هل هيعمل كده فعلا؟ طب نشوف. فعلا طبع هلو على سطر وجمال تك على السطر التاني. طيب ده حل، ولكن ممكن يكون مش حل مناسب. وانا عايز السطر كله يكون موجود، ولكن انا انزل سطور في نفس الامر. انا عايز امر برنت واحد يكون فيه نفس النمط المطلوب مني في السؤال بدون ما اكتب كود كتير. طيب الحل ايه بقى؟ الحل ان انا بعد كل كلمة عايز انزل بعدها سطر، اما استخدم الباك سلاش ان. بكتب كده باك سلاش ان وبعدين بكتب الجملة اللي بعدها اللي هي ايه؟ جمال تك. طيب بعد جمال تك موجود ايه تاني؟ موجود is awesome. طيب اكتب باك سلاش انت كمان، واكتب is وباك سلاش ان awesome. المفروض كده يطبع معايا نفس النمط. طب لو تعال كده نراجع النمط اللي هو مطلوب مننا، اللي هو كلمة hello على سطر وجمال تك على سطر وis awesome على سطر اخير. تمام. المفروض بقى انا فعلا حاطط العلامة دي بعد كل حاجة انا عايز انزل بعدها السطر، فبالتالي نتيجة الكود دي هتطلع معايا كالتالي اللي هي hello، بعدين جمال تك، وبعدين as، وبعدين اوصل الكلمة الأخيرة. فهنا هيطبع نفس النمط المطلوب مننا في السؤال. طب ندوس run ونشوف. فعلا طبع معايا نفس النمط الموجود في السؤال باستخدام أمر واحد ومفيش كود كتير. وده المفروض ان احنا نهتم بيه، ان الكود الكتير مش مناسب، ولكن اختصار لك للكود ولكن بيؤدي نفس النتيجة دي افضل حاجة.